حلقة بعنوان أهم المواقف واللقطات في مسيرة أسطورتنا علي معلول مع الأهلي. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتدوس لايك عشان تساعد في انتشار الفيديو وتعمل كوباية الشاي المتينة ويلا بينا. وطالما هنتكلم على الأسطورة علي معلول يبقى لازم نبدأ بالجول ده، أكتر جول حراق، ومش عشان هو جول الفوز ولا عشان ماتش ديربي، لا خالص، بالعكس، ولكن بسبب الاحتفال اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت. احتفال حراق عمل شياط كبير جدا وقعد فترات طويلة الإعلام كله يتكلم عليه، وهنا نستنتج كمية الشياط اللي سببه علي معلول للمنافس وإعلام المنافس وجمهور المنافس في الفترة دي بسبب الاحتفال اللي قدامك ده. وتاني هدف معانا هو هدف فوز الأهلي على طلائع الجيش في آخر الثواني والبلاس 90. ورغم إن علي معلول كان باك مش مهاجم، ولكن كان ليه أهداف كتير في البلاس 90، وده واحد من أهم الأهداف دي لأسباب كتير قوي، أهمهم إنه ساعد على الفوز بالدوري، غير إن الماتش كان صعب جدا في ملعب رخم وضيق وهو استاد الماكس. ولكن كابتن ماجد الأهلي ياخد الكورة من بره ال 18 وعلى بعد 30 ياردة يسدد تسديدة قوية ويعلن عن فوز الأهلي ب3 نقاط غالية تساعد إن الأهلي يفوز بالدوري ويرجع للمنافسة تاني. وده هدف تاني للأسطورة علي معلول، وبرضه في البلاس 90 كانت الدقيقة 97 بالظبط في مرمى الاتحاد السكندري، وتسديدة وقذيفة من بره ال 18 لا تصد ولا ترد بشماله، قال لها روحي راحت، وعلي معلول يعلن عن الهدف الثاني للنادي الأهلي وتخليص المباراة خالص. علي معلول أسطورتنا الحية اللي هتفضل دايما أسطورة النادي الأهلي. وده من الماتشات اللي عمري ما هقدر انساها، الأهلي والترجي في تونس. الشوط الأول الأهلي بيقدم أداء من أسوأ مبارياته، ومغلوب 1-0 والفريق مش موجود في الملعب حرفيا، ولكننا يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا اللي بيقلب المباراة في الشوط الثاني لصالح الأهلي بهدف التعادل بعد ما تواجد في المكان ده في الوقت ده، رغم انه باك شمال، ولكنه عمل الزيادة العددية وحط رجله الأضعف اليمين وبيدخل هدف التعادل للأهلي ويطالب اللعيبة بالرجوع للفوز بالمباراة. وهو ما حدث فعلا بعد ما اتنقل علي معلول للعب في الجناح اليمين ويعمل عرضية جميلة للجونيور أجاييه اللي يخلص الماتش خالص من أسيست الأسطورة التاريخية علي معلول ليعود بالأهلي من بعيد ويقسو على أولاد بلده كالعادة. وبما إننا جبنا سيرة القسوة ما ينفعش ننسى أبدا علي معلول كان بيعمل إيه مع أبناء بلده، زي اللقطة اللي قدامك دي في قلب تونس مع لاعب نجم الساحلي لما حب يتنطط عليه شوية قام مديله. وده اللي كان بيعمله علي معلول، ودي الجرينتا اللي علي معلول اللي كانت بتضيف له كتير قوي في رصيده مع النادي الأهلي. مش دي بس الموقف الوحيد، لا، وموقفه مع معز بن شريفية حارس الترجي لما قعد يتنطط عليه وحط فيه البلن وراح مبرق له كده واداله حته خوفه بيها. وكمان ايه، لا تعالى اوريك كمان لقطه مهمه جدا 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 مع مين، مع الشيبي، ارذل لعيب في الكوره المصريه وارذل لعيب جه الدوري المصري في الفترات الاخيره في ماتش السوبر لما راح علي معلول برضو قام مديله زي ما انت شايف كده. ده علي معلول وجرينتة علي معلول اللي ما بتخلصش دايما، واللي دايما علي معلول حاضر بمواقفه سواء باهدافه البلاس 90 او بروحه والجرينتا بتاعته زي ما انت شايف كده. وده بالنسبة لي من أهم لقطات المعلول مع الأهلي. وفي الدقيقة 94 الأهلي مغلوب 1-0 من إنبي، يجي معلول من بعيد جدا وتكملة هجومية كالعادة رغم إنه باك شمال ويحط تسديدة قوية وهدف التعادل. يسكت؟ لا أبدا، ياخد الكرة ويجري بسرعة عشان يسجل هدف الفوز كمان. وفي الدقيقة كمان 96 وآخر دقيقة في المباراة علي معلول يسجل هدف الفوز برضه بعد تكملة هجومية ولا أروع، عشان الأهلي يفوز بأقدام معلول في الثواني الأخيرة وفي دقيقتين بالظبط، مش في 6 دقايق زي السادات. وعمري ما هقدر انسى الهدف ده، هدف فوز الاهلي بالدوري بالنسبه لي، وهو هدف علي معلول في المحله، وهدف غالي جدا. الاهلي كسبان 2-0 المحله في المحله، فترجع المحله الشوط الثاني تتعادل 2-2، واخر ثانيه في المباراه فاول لمين؟ فاول لعلي معلول اللي يحط الهدف اللي قدامكم ده ويسجل هدف بجرينتا ومهاره وروعه، حتى لو خبطت برضه فهو هدف جميل جدا وهدف بذكريات وفرحه ما تتنسيش، اللي قمنا ساعتها كسرنا البيوت والقهاوي بفرحتنا بهدف معلول والثلاث نقط الغاليه. ما ينفعش اتكلم عن علي معلول وما اذكرش الماتش ده، وهو ماتش سان داونز بعد ما الاهلي اتغلب 5، وبعد الموسم اللي بعده الاهلي داخل
كله خايف هنعمل ايه مع سان داونز، اديتنا 5 السنه اللي فاتت. عندنا علي معلول اللي لوحده كان بيلاعب سان داونز حرفيا هو وجونيور اجاييه، وقدر يسجل هدفين ولا اروع منهم الهدف اللي قدامكم ده، والهدف الثاني كان من ضربه جزاء، وخلص على صن داونز خالص في استاد القاهرة 2-0 بقيادة مين؟ بقيادة الباك الشمال للنادي الأهلي وأسطورته الخالدة علي معلول، أحرف محترف دخل مصر ولعب في النادي الأهلي. أنا شفته واتفرجت عليه، هو علي معلول أسطورة أسطورة أسطورة، ولازم يبقى ليه دور كبير جدا في النادي الأهلي الفترات اللي جاية. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتعمل شير في كل مكان على أوسع نطاق عشان الفيديو ينتشر ويمكن يوصل لأسطورتنا علي معلول. ويا هنانا يا سعدنا، علي معلول عندنا.